عايز تعرف ازاي تربي دواجن تسمين من غير اخطاء؟ ضيعت وقت كبير كنت بتتعلم غلط؟ عايز معلومة سهلة وبسيطة تقدر فعلا تطبقها؟ ده السبب اللي خلانا نفتح قناة كتكوت اكاديمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني بعد الانترو، واللي لسه بيشوفني لأول مرة أنا المهندس محمد الصاوي، بكالوريوس هندسة زراعية، ودي قناة كتكوت أكاديمي. لما فكرت كويس لقيت إن التجارب اللي مريت بيها في المجال ده تستحق إنها تتقال، مش بس عشان أشارك اللي اتعلمته، لكن كمان عشان أساعد أي حد عايز يبدأ في المشوار ده إنه يختصر سنين من التعب والخسارة والدوخة بين المصادر. القناة دي اتعملت عشان تكون مرجع بسيط وواضح لأي حد حابب يبدأ في تربية الدواجن. سواء عندك عنبر كبير أو بتبدأ من شوية كتاكيت في البيت، هتلاقي هنا كل حاجة خطوة بخطوة، من أول استقبال الكتكوت لحد ما تبيع الكيلو وتعرف تحسب مكسبك صح. طب ايه اللي هنتكلم عنه هنا؟ هنتكلم عن التغذية الصح، عن درجات الحرارة، التحصينات، وعن الأخطاء اللي ممكن تضيع الدورة كلها من غير ما تحس، وعن أسرار محدش بيقولها بسهولة، بس هنا هنقولها كلها بإذن الله. طيب أنا مش جاي أعمل محتوى نظري أو كلام من الكتب، أنا جاي أشاركك التجارب اللي حصلت فعلا، والمواقف اللي ممكن تقابلك يوم بيوم وتتعلم منها قبل ما تخسر لا قدر الله. فلو نفسك تبدأ مشروع دواجن صح أو تطور عنبرك وتحقق أعلى إنتاج، يبقى المكان الصح هو هنا في كتكوت أكاديمي. أخيرا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الحلقات الجديدة أول بأول، ونبدأ رحلتنا سوا خطوة بخطوة بإذن الله. واستنونا الحلقات الجاية.